منذ بدء الحرب على سوريا عام 2011 استقر نسبة لا بأس بها من السوريين بعدد من الدول حول العالم، ولا يخفى على أحد بأن مصر كانت من أكثر الدول التي شعر فيها السوريون بالراحة والاستقرار والسعادة، والفضل بذلك يعود إلى أسلوب المصريين بالتعامل معهم. طيب، الأمور جيدة والحمد لله. ما الزبدة بهذه الحكاية؟ الزبدة عزيزي المشاهد أن الحالة الجميلة التي تحدثنا عنها على ما يبدو بدأت بالتلاشي مؤخرا مع تدشين الناشطين المصريين واسما إلكترونيا حمل عنوان ترحيل اللاجئين واجب وطني، طالبوا من خلاله بطرد جميع اللاجئين من داخل بلادهم ومن بينهم اللاجئين السوريين. واللافت بأن الهاشتاج حظي بانتشار ودعم كبير في أوساط الناشطين المصريين. بص يا لاجئ منك له، اولا اوعى تنسى في يوم من الايام ان انت لاجئ هنا في مصر عندي. يعني اوعى تحلم باكتر من كده. انت مش صاحب بلد خالص، انت جاي هربان من بلدك، جبان ما دفعتش عن بلدك وجاي تقعد عندي ااكلك واشربك وارزقك. تعاطفنا معاك وشحتناك لما كنت بتشحت وتمد ايدكم انتوا رجاله وحريم في الشوارع بتتسولوا من المصريين، وكنا بنديكم في ايديكم. انا واحد من الناس اديت لحريم سوريات في ايديها، شحتهم. طب حضرتك ما شفتش السوريين اللي منزلين بوستات على الفيسبوك ان هم عايزين، سواء سوري او سوريه، منزلين بوستات ان هم عايزين يتجوزوا مصريين او مصريات عشان الاقامه وعشان الكلام ده؟ ما شفتش الكلام ده على الفيسبوك؟ طب ما شفتش السوريين او بنت كانت بعتة مشكله انها اتجوزت واحد سوري وبعد ما ربنا كرمه في مصر رماها بعيالها وراح اتجوز سوريه منه؟ عندنا لاجئين من جنسيات معينه ومن دول عربيه معينه باعداد ضخمه فاقت الحد، حتى انها اصبحت بتكون تجمعات مع نفسها كبيره. التجمعات دي مما لا شك فيه انها اصبحت بتشكل خطر على الامن القومي المصري، اصبحت بتشكل خطر على اقتصاد مصر. الحالة غريبة مشاهدينا، وشكلت صدمة بالنسبة للكثير من السوريين، سيما وأن مصر لم تكن تشهد مثل هذه التحركات والمطالبات سابقا. إلا أن البعض أرجع الموضوع إلى الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا، والتي انعكست بصورة جلية على مختلف جوانب حياة المواطنين طبعا داخل البلاد. على المنصات الإلكترونية تفاعل الكثير من المصريين مع الهاشتاج السابق، وهكذا كانت التعليقات على مدار الساعات القليلة الماضية. لو تابعنا، محمد يقول: السوريين تجار سوق سوداء، مش تجار في تجارة مشروعة. السوريين وراء كل أزمة في مصر، السوريين بيتجروا بأي شيء مقابل الفلوس. في الدولار شغال، احتكار السلع شغال، فراخ ولحوم فاسدة شغال، ترحيل اللاجئين مطلب وطني. لو تابعنا أيضا مع تعليقات مشاهدينا، هند تقول: ما حدش يزايد علينا في ملف اللاجئين علشان مصر شايلة اللي أي دولة تانية ما تعرفش تشيله، واللي حيدخل أو يدخل يقول لي الأرض أرض الله، حقول له وربنا كمان قال لنا حافظوا على أرضكم وعرضكم وجيشكم. هم مش جايين بفيزا عمل، دول جايين بملف دمار مصر. بيهربوا الدولار برا مصر، عملوا أزمة عمالة صعبة، كانوا سبب في زيادة أسعار العقارات على حد تعبيرها أيضا. لو طبعا مشاهدينا مع التعليقات التي تم كتابتها، المتفائل يقول: متى ناويين ترجعوا على سوريا؟ بلدكم أصبح آمن وحان وقت العودة. قبلكم كويتيين ورجعوا، قبلكم عراقيين ورجعوا، قبلكم كذا جنسية ورجعوا. أنتم ترون زيارة أو تروحون زيارة لسوريا، بس لازم على مصر ترجعوا. مجرد عمل بحث عن من سافر إلى سوريا تسقط إقامته، سيعيد معظم السوريين. التعليق التالي مشاهدينا هو لأحمد يقول: مصر استضافت السوريين 12 سنة وما فيش مصري واحد قصر وياكم لحد النهاردة. انتوا اللي قصرتوا في حق البلد اللي استضافكم، وبلدكم دلوقتي أولى بيكم، تعمروها. التعليق الأخير مشاهدينا هو لهانم محمود تقول: طرد اللاجئين السوريين ضرورة حتمية، بلادهم أمنة والسوريين يعيشون فيها ويعملون أيضا. السوريين اللاجئين عبء على مصر لا تستطيع تحملهم أكثر من 15 عام، كفاية، لازم طردهم بالقوة.